الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى وإياه: باب الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ. أخبرنا أبو تراب عبد الباقي بن يوسف المراغي، وأبو الحسين المبارك بن محمد بن عبيد الله الواسطي قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران. أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح بن عبد الله بن الضحاك البخاري. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث، وحدثنا أبو القاسم يحيى بن علي. حدثنا أبو القاسم يحيى بن علي بن محمد الكشميهني. أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن محمد البخاري بالكوفة. أخبرنا نصر بن أحمد الفقيه. حدثنا أبو يعلى الموصلي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. هذا حديث صحيح غريب من حديث ابن مسعود أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة. وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن فضالة الجشمي. وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي، مات سنة 28 ويقال 27 ويقال 26 و100 ويقال 32، ولد في خلافة عثمان. قوله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء، أراد المهاجرين الذين هجروا أوطانهم في الله عز وجل. قوله صلى الله عليه وسلم: النزاع من القبائل. نعم، مراده قوله فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء أراد المهاجرين الذين هجروا أوطانهم في الله عز وجل. هذا فيه نظر، الحديث عام يعم المهاجرين وغير المهاجرين. بدأ الإسلام غريبا في المهاجرين وغير المهاجرين. بدأ الإسلام غريبا في مكة ما هجرة قبل الهجرة. فطوبى للغرباء، الغرباء هم مستقيمون على الحق ثابتون عليه عند قلة الناس، عند قلة أهل الحق هم الغرباء، ولو كانوا في أوطانهم ولو ما هاجروا، ولو كانوا في بلادهم. الحديث هم خاص بالمهاجرين. بدأ الإسلام غريبا في مكة ما في أحد، ما هم مهاجرين، وسيعود غريبا كما بدأ في بلاد الهجرة وفي غير بلاد الهجرة. فطوبى للغرباء، وهم مستقيمون على الحق مع قلتهم، وهم النزاع من القبائل. اللفظ الآخر: وهم أناس صالحون قليل فيه أناس سوء كثير. ما تعرض الحشي المهاجرون، الحشي ما تعرض الحشي منه سيزة الأرناؤوط شعيب الأرناؤوط نعم، وزهير الشاويش نعم. ما تكلم عن الحديث؟ نعم. ما تكلم؟ لا، ما تكلم. محشي نعم، ما تكلم. نعم، كمل. صلى الله عليه وسلم: أليس أهل الحديث؟ نعم، أليس أهل الحديث؟ كل مستقيم على الحق عند فساد الزمان يقال غريب، وأهل الحديث منهم في زمانهم إذا قل أهل الحق صاروا غرباء. وقوله صلى الله عليه وسلم: النزاع من القبائل، فالنزاع جمع نزيع، وهو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته، والنزائع من الإبل الغرائب. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي. أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي. أخبرنا محمد بن يوسف. حدثنا محمد بن إسماعيل. حدثنا إبراهيم بن المنذر. حدثنا أنس بن عياض. حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عبيد الله بن عمر. وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي مدني جد عبيد الله بن عمر،
وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، وخبيب بن عبد الرحمن بن حبيب بن يساف الأنصاري أبو الحارث من أهل السنح، والسنح بالمدينة خال عبد الله بن عمر. قوله صلى الله عليه وسلم يأرز أي ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها. قيل كان هذا زمان الردة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في خلافة الصديق. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليأرز يعني أهل الإيمان، كما قال يعني أهل الإيمان. نعم. كما قال أحد جبل يحبنا ونحبه يريد أهل المدينة، كما قال الله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، أي أهل القرية. وهذا أيضا فيه نظر تأويل، يرحمه الله يغفر الله لنا ولنا. الصواب المراد نفسه وهو أهل المدينة، من فيها المنافقون وفي غيرهم. المراد نفس الجبل جعل الله فيه محبة، يحبنا ونحبه لا مانع. وإن منها لما يهبط من خشية الله حجارة، كما أنها تخشى الله وش المانع يكون فيها محبة. هذا خاص بجبل. يعني المدينة يعني أهل الإيمان، هذا أهل الإيمان يعني الإيمان عمل. نعم. الله يغفر لنا وعملنا وإياه في العفو. نعم. الله عنك يا شيخ، هل في لفظ الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس؟ نعم، رواية يصلحون ما أفسد الناس. نعم. وروي عن زيد بن من هل يدل الحديث الحرص يعني السكنى في مكة والمدينة إذا فسد الزمان؟ نعم. الحديث يدل على الحرص على السكنى في مكة والمدينة إذا فسد الزمان. هو أقرب إلى من غيرها. اللفظ الآخر يعرج بين المسجدين، المسجد الحرام والمسجد المدني، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هما أفضل بقاع الله، مكة ثم المدينة. وروي عن زيد بن ملحة. نعم. وروي عن زيد بن ملحة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها، وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل. الأروية من رأس الجبل. إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، وطوبى للغرب التي من بعده. والأروية شاء الوحش واتهم الشافعي. بس. نعم. تم. نعم. قال الله سبحانه وتعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال الله عز وجل خلق الله كل شيء فقدره تقديرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة حدثنا يعلى بن عبيد الله وعبيد الله بن موسى وأبو نعيم عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. زاد عبيد الله خيره وشره. وهكذا رواه النضر بن شميل عن شعبة عن منصور، وروى أبو داود عن شعبة وقال عن ربعي عن علي ولم يقل عن رجل. قال أبو عيسى حديث أبي داود عن شعبة عندي أصح من حديث النضر. وهكذا روى غير واحد عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي. أخبرنا أبو الحسين علي بن يوسف الجويني حدثنا أبو محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي الخداشاهي في شهر رمضان سنة 400. أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الجوربذي حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أبو هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن
عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله الحبولي نعم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخبرنا أبو الحسين علي بن يوسف الجويني حدثنا أبو محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي الخداشاهي في شهر رمضان سنة 400. أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الجوربذي حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أبو هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح عن ابن وهب، وأبو عبد الرحمن الحبلي اسمه عبد الله بن زيد. حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد بن زياد الحنفي أخبرنا أبو معاذ الشاه ابن عبد الرحمن المزني حدثنا أخبرنا أبو معاذ الشاه بالهاء نعم ابن عبد الرحمن المزني حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري الفقيه ببغداد حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني ب40 سنة. فحج آدم موسى. هذا حديث يعني حصل يعني غلب بالحجة. نعم لأن هذا ليس من فعل آدم. فعل آدم أكل من الشجرة، أما كونه أخبرت الأرض وجعل في الأرض هذا من مصائب لله فيه الحكمة سبحانه وتعالى. وإنما عمل آدم هو الأكل من الشجرة. نعم. الله هذا التقدير اللي كتبه الله على آدم قبل أن يخلق ب40 سنة. نعم. هذا بعد التقدير العام يعني. هذا الجواب عن هذا أن حج آدم موسى لأن موسى لامه على المصيبة، والمصيبة ليست بيده من الله جل وعلا، فاللوم على المصيبة لا يجوز أن يلام على المصائب، يلام على الذنب. وقال آخرون إنما حج آدم موسى لأنه خاصمه بعد التوبة، وقد تاب الله على آدم عصى آدم ربه ثم اجتباه ربه وتاب عليه وهداه، واللوم على الذنب بعد التوبة لا يجوز، فلهذا حج آدم موسى يعني غلبه قصمه. أقول قبل أن يخلقني ب40 سنة. هذا نوع من التقدير يعني بعد التقدير العام. نوع من التقدير العام. نعم. هذا حديث صحيح متفق على صحته أخرجه محمد عن علي بن عبد الله، وأخرجه مسلم عن محمد بن حاتم وغيره كل عن سفيان بن عيينة. وأخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي أخبرنا أبو طاهر ربادي الزيادي أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين القطان حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحاج آدم وموسى عليهما السلام فقال له موسى: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة إلى الأرض. فقال له آدم: أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته. قال: نعم. قال: أتلومني على أمر قد كتب علي أن أفعله من قبل أن أخلق؟ فحج آدم موسى. كما شاء سند. قال الحافظ في الفتح: وفي الحديث استعمال تعريض
بصيغة المدح. يؤخذ ذلك من قول آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله برسالته إلى آخر ما خاطبه به، وذلك أنه أشار بذلك إلى أنه اطلع على عذره وعرفه بالوحي، فلو استحضر ذلك ما لامه مع وضوح عذره. وفيه مشروعية الحجج في المناظرة لإظهار طلب الحق وإباحة التوبيخ والتعريض في أثناء الحجاج ليتوصل إلى ظهور الحجة، وأن اللوم على من أيقن وعلم أشد من اللوم على من لم يحصل له ذلك. وفيه مناظرة العالم من هو أكبر منه. المقصود أن حج آدم موسى لأنه لامها على مصيبة ولامها بعد التوبة، ولا يجوز اللوم بعد التوبة ولا على المصائب. نعم. هذا إنصاح شيء يعني يتعلق بشؤون خاصة، لأنه غيب إلى الله جل وعلا. نعم. يا شيخ، ما معنى بدأ الإسلام مثل قول القصة يلقي سوءة من كل شيء، يعني يحسن الملوك. نعم. بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا طوبى للغرباء، ما معناه؟ على ظاهره يعني بدأ ما فيه من عليه القليل 3 و4 و5، وسيعود غريبا في آخر الزمان ما يبقى عليه إلا القليل. هل زماننا هذا ينطبق في غربة خاصة، فيه غربة، وسيأتي بعد زمان آخر أشد غربة. الله علم كل شيء علم الأسماء. نعم. وما يكون علم كل شيء علم الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها. لا، هذا قصد موسى، تعليم موسى. نعم. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن كتيبة عن مالك. وقوله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، آدم مرفوعة الميم على معنى الفاعل، وموسى في محل النصب أي ألزمه آدم الحجة. قال الخطابي رحمه الله: إنما حجه آدم في دفع اللوم، إذ ليس لأحد من الآدميين أن يلوم أحدا. قال الخطابي: إنما حجه آدم في دفع اللوم، إذ ليس لأحد من الآدميين أن يلوم أحدا. وقد جاء في الحديث: إذ ليس لأحد من الآدميين أن يلوم أحدا. قد جاء في الحديث: انظروا إلى الناس كأنكم عبيد ولا تنظروا إليهم كأنكم أرباب. وأما الخطابي ليس بجيد، الصواب أنه حجه لأمرين: أحدهما أن آدم قد تاب ولا يلام التاب ولا يوبخ التائب، والأمر الثاني أن إخراجه من الجنة ليس هو الذنب يلام عليه، وهذه مصيبة عقوبة، وإنما الذنب أكله من الشجرة، فيلام على الأكل من الشجرة لا على المصيبة. فاللوم على الذنوب لا على المصائب. هو الإنسان مثلا ألم بذنب ثم عوقب بعقوبات أخرى، عوقب بإخراج من البلد، أو بإخراج زيد بأسبابه أو عمرو بأسبابه، الذنب ذنبه، أو يعاقب يلام على ذنبه لا على ما ترتب عليه بالنسبة إلى غيره. نعم. يعني يجوز الإنسان أن يحتج بالقدر بعد وقوعه. نعم، مثل ما يقول إنا لله وإنا إليه، قدر الله وما شاء بعد مصيبة، قدر الله، هذا قدر الله وما شاء فعل. لا تقول لو أني فعلت كذا ولا كان، ولا تقول قدر الله وما شاء فعل، وإنا لله وإنا إليه راجعون بعد مصيبة. وأما الحكم الذي تنازعاه فهما فيه على السواء، لا يقدر أحد أن يسقط الأصل الذي هو القدر، ولا أن يبطل الكسب الذي هو السبب. ومن فعل واحدا منهما خرج عن المقصد إلى أحد الطرفين، إلى مذهب القدر أو الجبر. وقوله أنت سطرين وأما الحكم الذي تنازعاه فهما فيه على السواء، لا يقدر أحد أن يسقط الأصل الذي هو القدر، ولا أن يبطل الكسب الذي هو السبب. ومن فعل واحدا منهما خرج عن المقصد إلى أحد الطرفين،
إلى مذهب القدر أو الجبر. نعم، هذا لا يلام على القدر، ما يجوز يلام القدر. والكسب يجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يحذر ما حرم الله، وليس له عذر في القدر. فمن نام على المعاصي، من لم يلم على المعاصي فقد شابه قدرها مجبرة. وقوله الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك، فالإنسان ملوم على المعاصي، ملوم على السيئات وإن كان بقدر الله. نعم. وقوله الخطابي أليس أشعريا في عقيدته؟ كان يثبت الكسب؟ ما أتذكر أو ما أتذكر. وقوله أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، يقول إذا جعلك الله بالصفة التي أنت بها من الاصطفاء بالرسالة والكلام، فكيف يسعك أن تلومني على القدر المقدور الذي لا مدفع له؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، وذلك أن الابتداء بالمسألة والاعتراض كان من موسى، ولم يكن من آدم إنكار لما اقترفه من الذنب، إنما عارضه بأمر كان فيه دفع حجة موسى التي ألزمه بها اللوم. أخبرنا أن آدم ما احتج على الذنب، وإنما احتج على المصيبة التي وقعت. الإنسان يلام على الذنب ولا يلام على المصيبة التي وقع فيها، فلهذا حج آدم موسى، ثم هو بعد التوبة أيضا. كونهم يخرجوا من الجنة وبيطوا في الأرض ليس من عمل آدم، ولكن أمر قضاه الله لحكمة بالغة، وإنما عمل آدم أكله من الشجرة وهو ملوم على الذنب، كل يلام على الذنب.